ده اكيد امير حبيبي. الو. ايوه يا امير، وحشتني قوي. انت اللي وحشتيني يا بنت اكتر. فطرت ولا لسه؟ لا ماليش نفس. لا، انا عايزك تفطري كده وتاخدي بالك من صحتك. حاضر يا حبيبي، انت بس خلي بالك من نفسك وما تقلقش عليا خالص. منى، انا عايزك تفتح ابوكي في موضوعنا. عايز اجي واتقدم لك واخطبك يا بنت. ايه؟ لسه هتخطبني؟ انا عايزه جواز على طول. اهدي يا ست المستعجله، مش لازم اجهز نفسي الاول؟ انت بس خدي لي ميعاد من ابوك كده الخميس الجاي، اجي اقابله واطلب ايدك وربنا يسهل. حاضر يا حبيبي، هكلم. سلام بقى دلوقتي عشان اشوف شغلي. يلا سلام. سلام بقى يا حبيبي. لا اله الا الله. باي باي. يا رب يا رب بابا يوافق بقى على خطوبتي من امير. مش هنبطل بقى رغي في التليفون ونشوف شغلنا، ولا هو واقف في حاله خلاص؟ يا عم محمود، يا عم محمود، دول هم دقيقتين بس مفيش غيرهم. يابا هنا محل اكل عيش، عايز تتكلم بروح اتكلم في بيتكم. انت بتكلمني كده ليه يا محمود؟ انا هنا صاحب الشغل، اتكلم براحتي وزي ما انا عايز. طب رايك ان احنا كنا اصحاب حتى في المدرسه مع بعض؟ الكلام ده على قهوه مش هنا، انا هنا صاحب الشغل، لا تشتغل بضمير لا تغور في داهيه من هنا. اقسم بالله لولا الواحد محتاج الشغل والفلوس لكنت سبتها لك من زمان. ما تسيبها يا اخويا، انت فاكرها هتقف عليك؟ لو لمحتك بتتكلم في التليفون هخصم منك نص يوم. ازيك يا منى؟ الحمد لله يا بابا. يلا بقى زي الشاطره كده، جهزي لي الغدا وراه كوبايه الشاي التمام. حاضر. عشان عاوز ارجع الورشه بسرعه. حاضر يا بابا. اما عليكم كوبايه شاي يا بت يا منى، بتفكرني بالمرحومه امك. خدي، اروح انا بقى الورشه بقى. بابا كنت عايزه اكلمك في موضوع كده. خير يا منى؟ اصل بصراحه في واحد كده عايز يجي يقابلك يوم الخميس يعني. مين الواحد ده ان شاء الله؟ وعرفتيه منين؟ إيه؟ ده يبقى ابن خالة رودينا صاحبتي، وشافني عندها مره وعايز يجي يتقدم لي. ماشي يا منى، خليه يجي يوم الخميس واقعد معاه واشوفه. ربنا يخليكي اجمل اب في الدنيا. انا قلت لسه هقعد معاه واشوفه، يعني ما قلتش اني موافق. لما اقعد معاه هقرر. انا ماشي بقى عشان الشغل. دورتنا يا امير يا ابني. ربنا يخليك يا عم كمال. امال فين ابوك وامك؟ يعني مش كان المفروض يجوا معاك؟ ابويا وامي تعيش انت، ماتوا من زمان الله يرحمهم. الله يرحمهم. اتفضلوا العصير. نتكلم بقى في الجد. منى بنتي قالت لي انك عايز تخطبها وانا موافق، ما عنديش اي اعتراض. بجد يا عمي؟ ربنا يخليك يا رب. وايه اللي هيخليني ما اوافقش؟ انا ليا شروط وطلبات في جوازة بنتي، واللي هيوافق عليها اهلا وسهلا بيه. وانا كل اللي هقدر عليه هعمله ان شاء الله. وماله؟ اول طلب في جوازة بنتي عاوز لها شبكة ب50,000 جنيه. 50,000 جنيه؟ بابا دول كتير قوي. بقول لك ايه، قومي خش اوضتك انت، مالكيش دعوه بالكلام ده. يلا. نكمل كلامنا. انا عايز لها شقه بقى في مكان نضيف في البلد، وفرحها يكون في اكبر قاعه في البلد، ويكون فرح ما حصلش. بس انا زي ما قلت لحضرتك في الاول ان انا لوحدي ومفيش حد بيساعدني، والحاجات دي هتبقى صعبه عليا وصعب اوفرها. خلاص، اللي معهوش ما يلزموش، ومفروض قبل ما تيجي تخبط على بيوت الناس تكون عارف ظروفك وامكانياتك. بس انا ومنى بنحب بعض وعايزين نكون مع بعض. انا بس اللي اقول بنت تكون مع مين وتتجوز مين. واتفضل بقى من غير ما ترد عشان عاوز انام. ليه عملت كده يا بابا مع امير؟ يا بابا انا بحبه ومش هتجوز غيره. مش عايز اسمع نفسك خالص. جايبه واحد شحات وعايزه تتجوزيه؟ يا بابا الفقر عمره ما كان عيب، وبعدين امير راجل وانا لو ما اتجوزتوش هموت نفسي. بقول لك ايه،
شغل المسلسلات والافلام ده انا مش عاوزه. ها ويلا نجرع على اوضه. الو. ايوه يا امير يا حبيبي، وحشتني. وانت كمان يا منى. اسفه معرفتش اتصل بيك امبارح واصالحك بعد اللي بابا عمله فيك، بس خفت بابا يسمعني. ولا يهمك يا حبيبتي. هو بابا راح الشغل دلوقتي، استناني انا جايه لك البيت. ما كانش ينفع تجي البيت وانت عارفه ان انا عايش لوحدي. امير انا بحبك وهموت نفسي لو بعدت عني. وانا كمان والله بحبك وموت فيك، بس هعمل ايه بس؟ انا مش عارفه اديك شايف طلبات بابا عامله ازاي. معلش يا منى، هو خايف عليك وبيحبك برضه، واكيد يتمنى لك تتجوزي احسن حد في الدنيا دي كلها. انا عايزاك انت وبس يا امير. طب يا حبيبتي دلوقتي انت لازم تروحي بيتكم، ولازم نهدى ونفكر بعقل كده، وان شاء الله هنلاقي حل ونقنع باباكي بيه ويوافق على الجواز. يا رب يا امير. مالك يا انا شايل طاجن ستك ليه؟ بالله عليك يا محمود سيبني في حالي، انا فين اللي مكفيني؟ يا سلام يا اخوي، محسسني ان انت كنت غني وخسرت فلوسك في البورصه. انا هخسر اللي اغلى من فلوس الدنيا كلها، هخسر حبيبتي. ويا ترى مين سعيدة الحظ؟ منى بنت الحاج كمال النجار. بقى انت عايز تتجوز البنت دي؟ ده مش حدش بالع عينها يا ابني، ده رفضت نص ارسال البلد. رفضت كل دول عشان انا، ولما تقدمت عشان اخطبها ابوها هو اللي رفضني. ما هو لازم يرفضك، وانت فاكر يعني هيجوز بنته لو واحد شحات زيك؟ سايق عليك النبي تسيبني في حالها يا محمود، انا مش طايق. هسيبك يا اخويا، بس ركز بقى في شغلك وحلل لقمة عيشك. يا نهار اسود يا جدعان، بقى الواد امير الجربان ده عايز يتجوز الفرسه دي. عليا النعمه ما سيبها تفلت من ايدي ابدا. انا هشوف رقم ابوها فين واكلمه. بس لقيت الرقم. الو. يا حاج كمال. ايوه مين معاك؟ انا محمود ابن الحاج عبد الستار. ازيك يا ابني عامل ايه؟ والحاج عبد الستار اخباره ايه؟ بخير والله تمام. كنت عايزك في موضوع يا حاجنا. تحب اجيلك الورشه ولا انت تجيلي المصنع بتاعي؟ اجيلك انا لحد عندك، ده انت ابوك الكبير بتاعنا وخيره مغرقنا. حبيبي يا حاج كمال، انا قاعد مستنيك اهو، يلا مع السلامه. سلام عليكم. يا اهلا يا اهلا، المصنع نور. المصنع بدور باصحابه. تعالى بقى نقعد في المكتب ونتكلم على رواق. يلا بينا. يلا بينا. يا ده امير، اعمل لنا كوبايتين شاي. اخلص يا اخويا، انت لسه هتبص لي؟ اتفضل يا حاج كمال، اتفضل. شوف يا حاج كمال، بقى خير في سلامه وسلامة بخير. والدغري مفيش احسن منه، وانا قلت ادخل البيت من بابه. بصراحه كده انا طالب ايد بنت. يا الف نهار ابيض، وانا هلاقي احسن منك؟ اهو ده النسب اللي يشرف. يبقى شوف الميعاد اللي يناسبك، ابقى اجيب ابويا واجي لك البيت. اديني يومين بس كده وانا هقول لك تجيني امتى. وانا مستنيك. طب استاذن بقى انا عشان الورشه لوحدها. طب والشاي؟ نبقى نشربوا شربات عندي ان شاء الله. حبيبي يا حاج، شرفتنا يا حاج كمال. على ميعادنا بقى يا حاج كمال. ان شاء الله. مع السلامه ابو سلام نسب. عليكم. مع السلامه. مع السلامه ابو نسب. الحاج كمال كان بيعمل ايه عندك يا محمود؟ وانت مالك؟ ما تتكلم عدل يا محمود وقول كان بيعمل ايه عندك. مفيش، كنت بتفق انا وهو على خطوبتي من بنته، مش تبارك لي؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ ما عندكش كرامه؟
ده لسه بقول لك من شويه لو هي بنحب بعض وما نقدرش نعيش من غير بعض. اوعى ايدك يا اخي، انت اتجننت. البت عجباني وخطبتها وابوها موافق، وانت مالك انت؟ يا اخي حرام عليك، انا عملت فيك ايه بس عشان تعمل فيا كده؟ عملت لي كتير من ايام ما كنا في المدرسه مع بعض. كنت انت تنجح وانا اسقط، وابويا يعايرني بيك يقول لي ابن الشحات اللي مش لاقي ياكل ينجح وانت تبقى فاشل. انت دخلت كليه وانا فشلت في دراستي، وابويا عايرني بيه وورانا اسود ايام في حياتي. بس في النهايه ايه؟ انا صاحب مصنع وانت شغال عندي باليوميه، وهتجوز البنت اللي انت بتحبها وهكسر نفسك. وخدوا ده يا جماعه. اهدى يا امير، اهدى يا امير، صلوا على النبي. بتمد ايدك عليا؟ طب مالكش شغل عندي، ما اشوفش وشك هنا تاني، وبقيت حسابك ما انتش واخده. غور في داهيه انت وفلوسك يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك ومن اللي زيك، ربنا ينتقم منك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ما اشوفش وشك هنا تاني. هد نفسك يا معلم محمود. لو كان فاضل دقيقه واحده كنت كسرته. ها قلت ايه بقى يا بنتي؟ قلت مش هتجوز حد غير امير يا بابا، حتى لو هتقطعوا رقبتي. ده انا اقطع رقبتك احسن، ولا ان ارميك رمة الكلاب دي لواحد بيكمل عشانه. انا عارفه انه فقير بس انا بحبه ومش عايزه غيره. يا حماره يا حماره، الحب ما بياكلش عيش، هيصرف عليك منين؟ ها يا بنت انا قلبي على مصلحتي. على العموم انا قلت لمحمود يستنى عليا يومين، وبعد كده هيجيب ابوه عشان يخطبوكي، على بال ما تكون انت هديتي كده وفكرت صح. انا قلبي على مصلحتي. تعالى علي، تعالى يا صاحبي ادخل. حبيبي يا صاحبي. ايه يا صاحبي مالك؟ بالك يوم مختفي. لا تيجي الملعب قاعد بشوفك على القهوه. ايه مالك في ايه؟ والله يا صاحبي الدنيا جايه عليا جامد قوي. خير في ايه يا صاحبي؟ مفيش، سبت الشغل وتقدمت لمنى وابوها رفضني. يا عم انا قلت لك الراجل ده انا فارغه وبتاع فلوس وطماع. يا عم خليها على الله وبكره تتعدل ان شاء الله. الغلابه اللي زينا مش باين لهم بكره يا صاحبي. يا عم هيجي بكره، هو احلى بكره، بس انت فرفش بس ويلا تعالى معايا الملعب. ماليش نفس والله يا علي. هو بمزاجك والله ما هسيبك. يلا نلعب ماتش وروق على نفسك. العب بقى وروق ما تشيلش هم. الو امير، تعالى لي دلوقتي البيت حالا. اجيلك ازاي بس دلوقتي؟ طيب وابوكي؟ بابا في الورشه لسه مرجعش. تعالى لي دلوقتي حالا يا امير، عشان لو ما جيتش انا هعمل حاجه في نفسي وهيبقى ذنبي في رقبتك. خلاص انا جاي، اهدي بس كده، انا جاي لك دلوقتي اهو. ايه الشنطة دي يا منى؟ انا لميت هدومي وههرب معاك. يعني بذمتك ده حل؟ يعني هتبقى مبسوط لما بابا يجوزني اللي اسمه محمود ده بالغصب؟ ما انت عارفة ان لو ده حصل انا ممكن اموت فيها. ده انا روحي فيك. انا مش هستنى ده يحصل، وربنا المعبود يا امير لو ما خدتني معاك دلوقتي لاقوم واشرب سم واموت نفسي. انا اصلا مش باقي على الدنيا. طب اهدي بس شوية. يعني هاخدك معايا فين؟ وهتيجي معايا البيت بصفتك ايه بس؟ بصفتي مراتك. اتجوزني يا امير ونروح بيتك. قلت ايه؟ ما كانش نفس الموضوع يوصل لكده، بس ابوكي بقى الله يسامحه هو السبب. يلا بينا يا منى. اما اتصل بالبنت منى اطيب خاطرها بكلمتين ولا حاجه. زمانها هانت نفسها من العياط طول اليوم، يقطع الحب وسنينه. الله، هي البنت دي ما بتردش ليه؟ اتصل تاني. ايه ده؟ برضه ما بتردش. انا كده قلقان، احسن تكون البنت عملت في روح حاجه ولا حاجه. منى، بنت يا منى، يا منى، منى، لمت هدومها، لمت هدومها بنت الكلب وهربت. والله انا موتها الفجر. الو، ايوه محمود يا ابني، الواد اللي اسمه امير ده عندك؟ لا والله يا حاج كمان، انا طردته من يومين. خير؟ كنت عاوز عنوانه ضروري. اديك عنوانه ساهل، بس عملت لنا ايه في الموضوع اللي كلمتك فيه؟ بعدين يا محمود بعدين،
اديني عنوان الواد ده دلوقتي. مالك يا امير، انت خايف؟ خايف عليكي. انت دلوقتي بقيت مراتي ومسؤولة مني، وانا قاعد من الشغل ومعيش فلوس، خايف ابهدلك معايا. اطلع اشتغل واساعدك وايدي على ايدك. ده على اساس يعني اني مش راجل قدامك واني مش هعرف اشتغل واكلك؟ لا عاش ولا كان اللي يقول عليك مش راجل. يا لهوي، ده شكله بابا. ما تخافيش، انا هروح افتح. انت وديت بنت فين يا وديت؟ ده انا هوديك في 60 داهيه. منى بنت يا منى بتهربي من البيت يا بنت الكلب، والله لا اذبحك. اما ربيتك من اول وجديد. اوعى تمد ايدك عليه. انت هتمنعني عن بنتها دي انت؟ انا بمنعك عن مراتي. ايه؟ انا ومنى اتجوزنا على سنة الله ورسوله وفي الحلال. انت السبب يا بابا، انا قلت لك ما اقدرش اعيش من غيره، انت ما صدقتنيش. يا خساره تربيتي فيك، انا غضبان عليك اليوم الدين. انت لا بنت ولا اعرفك، لا بنت ولا اعرفك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى وأجدع جمهور في الدنيا، يا رب الفيديو بتاع النهاردة يعجبكم. يا رب يعني لو في أي حاجة في الفيديو سيبوا لنا في التعليقات، اعملوا لايك للفيديو، شاركوا الفيديو. القضية دي بتحصل في بيوت كتير ومع ناس كتير في مصر، فهخلي الأستاذ بسام يتكلم يعني عن رأيه في الموضوع ده. طبعا لازم اقول رايي، بس طبعا لازم اصبح او امسي على الجمهور بتاعنا مساء الفل او صباح الفل عليكم. طبعا المشكله اللي احنا قدمناها دي يا جماعه مشكله بتحصل في بيوت كتير، فاحنا قدمناها من وجهه نظرنا. هتكلم عن وجهه نظر الاب في الموضوع ده. ان الاب عاوز مستقبل بنته وخايف على مستقبل بنته وعاوز يضمن لها حياه كريمه واستقرار، فطبعا كان خايف عليها، فكان بيناقش الروايه من خلال وجهه نظره باللي انتوا شفتوها، وليه كنتوا طبعا وجهه نظر برضه تحبوا ان احنا نسمعها منكم في التعليقات وكده، ونشوف الفنانه كده لو عندها كلام في الموضوع ده. انا رايي مختلف خالص. انا شايفه ان الاباء يدوا فرصه لاولادهم ان هم يختاروا شريك حياتهم، لان في الاول وفي الاخر هم اللي هيعيشوا، دي حياتهم الشخصيه، يعني هم اللي يقدروا يختاروا وعارفين الصح من الغلط. تمام. طبعا يا جماعة انتوا سمعتوا رأي فريق العمل في الموضوع ده، واتمنى يعني الفيديو يعجبكم. اتمنى تسيبوا تعليقات، اعملوا لايك للفيديو، ناقشونا في التعليقات، قولوا رايكم ايه في الموضوع ده ورايكم ايه في القضيه دي. تمام. واحلى جمهور في الدنيا، ويا ريت يا جماعه محدش يعمل تعليقات وحشه او كومنتات وحشه. اللي مش عاجبه الفيديو ما يتفرجش، بس بلاش الحاجات الوحشه والتعليقات الوحشه. واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله، وتابعونا على اليوتيوب فوضى ورامي توينز، تابعونا على الفيسبوك البيج الجديده رامي توينز، مستنيينكم. احلى جمهور في الدنيا، احلى ناس في الدنيا. ميرسي.